السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك لمدام مغتربة والأستاذ رضا. مش معنى إن إحنا بننتقدهم وإن بنوجه ونسلط الضوء على بعض الأخطاء والسلبيات اللي في محتواهم واللي هم بيعرضوه بنفسهم يبقى معنى كده إن إحنا ما نفرح لهمش. بالعكس، نفرح لهم من كل قلبنا لما يعملوا الصح ويمشوا على الصح ويصدروا للمتابع الفرحة والمحتوى الجميل. لكن لما بيعملوا اخطاء وجب علينا، علشان احنا وعدنا اخواتنا على القناة ان دايما نقول كلمة حق، فلازما نكون دايما واقفين على كلمة الحق. مدام مغتربة اخطائها كتير جدا، بنوجه ونسلط الضوء على بعض الاخطاء دي وننصحها النصيحة ان ما تكررهاش. بس لما بتفرح بنفرح معاها ونقول لهم الف الف مليون مبروك، ربنا يبعد عنكم الزعل والخلافات بينكم وبين بعضكم ويخليكم دايما فرحانين ومجتمعين. لكن في حد هيخش يقول لي دلوقتي، انا مش هقول بقى ولا ايه ولا اشتركوا ولا فعلوا الجرس ولا كلام من ده، هسيب الموضوع ده للمحبة وبينكم وبين ربنا في دعم اخوكم، دعم البسيط ده. في حاجات نقط مهمة بنتكلم فيها، بناء عن ايه بنتكلم فيها، بناء عن ايه بنجيب اخبارها، بناء عن ايه بنجيب الحدث ونتناقش فيه قدام المتابعين. مين اليوتيوبر نفسه رضا طلع وقال على بعض النقط اللي اتفقوا عليها، بالرغم من كده وان قالوا ان النقط دي مهمة ولازم ما تتكررش، بالرغم من كده ان النقط دي اتكررت مرة واثنين وثلاثة، لدرجة ان في كلام وصل لمدام عبير وطلعت بفيديو من ساعات واكدت على تهديدها على البلاغ اللي ضدهم والاجراء القانوني اللي هتاخده، وانها كمان وصلت فرنسا وقدمت اجراءات قانونية رسمية ضدهم وضد بعض القنوات التانية اللي غلطت في حق مدام عبير واساءت لسمعتها. ودي النقط اللي كنا دايما بنوجه ونتكلم فيها، والنصايح والاتفاقات اللي المفروض ان رضا اتفق مع مدام هناء عليها هي ديت بالظبط النصايح اللي كنا دايما بنوجهها لمدام هناء. بالرغم من كده كانت هي لها تصرفات مختلفة وغريبة، انها مصرة تثير الجدل، وزي ما كلنا عارفين اثارة الجدل والتناقضات هو ده اللي بيخلي القناة تكبر اكتر واكتر. اغلب المتابعين بنسبة يعني ممكن تتعدى 50% بينجذبوا للقناة اللي مشاكلها كتير. القناة اللي ما بتعملش مشاكل بيكون محتواها قليل. القناة اللي دايما تثير الجدل ويسير النقاش الإقبال عليها بيبقى إقبال نوعا ما في تزايد. فهي دي النقط اللي كنا دايما بنوجه لمدام هناء، طالما هتتكلم باسم انها في الأصل مصرية، في باسبورها مصري، يبقى لازما تاخد نطاق المحمل الأخلاقي والأدبي والسلوكيات والعادات المصرية اللي لازم تمشي عليها. فكان رضا له اسلوب بصراحة متميز، مع ان عليه علامات استفهام كتير بالذات في الايام الاخيرة. بالرغم من كده ان كان دايما ردود افعاله بصراحة، عشان ابقى منصف واتكلم كلمة حق، ردود افعاله دايما بتعجبني، ودايما ان هو بيحاول يصلح الاخطاء اللي بتحصل على القناة بتاعت مغتربة. زي مثلا كمثال اما طلعت وغلطت في مدام عبير واكدت على الغلط، هو طلع واعتذر وحاول يلم الموضوع يعني يخلي الموضوع ايه اهلية ومعلش، والموضوع الكلام مش مقصود والكلام ما خرجش مننا، وعلى رأي المثل زي ما بنقول عندنا ما شتمك الا اللي مبلغك. فدي النقط اللي كانت مدام هناء مش عارفة لحد الآن يعني تتجاوزها، وبسببها اتقدم بلاغ ضدها من مدام عبير، وتوعدت وحلفت انها مفيش صلح نهائي بينها وبينهم، وان مش هيكون في صلح، واكدت بان شاء الله. فهل يا ترى هيكون في لم للموضوع وده قناته تكبر وده قناته تكبر؟ بالرغم ان مغتربة وقعت في خطأ كبير جدا، انها اشادت لقنوات سب الاعراض والشتيمة والاهانة،
وكمان دعمتهم دعم كبير جدا بان جمهورها يشترك عندهم ويدعمهم. هل هي حطاهم كواجهة خط دفاع خش عليه، ولا الموضوع ماشي ازاي؟ بس هي بالنقطة اللي عملتها دي حطت نفسها في مأزق لمتابعين كتير. في ناس بيحبوها حب أعمى، اللي هو أنا مش عايز أسمع الشيء السيء اللي فيها، ودول ناس أنا بحترمهم جدا لتعاطفهم وحبهم، وإن هم بيتعاملوا بحب وعطف. الناس ديت بيبقى العاطفة غلباهم، فدول بيبقوا ناس بيتعاملوا بطيبة زايدة، اللي هو مش عارف اوصفها لكم ازاي، بس هو بالمعنى الحرفي يعني ناس طيبتهم هي اللي بتغلب على تفكيرهم وعلى الحقيقة اللي بتبقى قدامهم، بالرغم من ان هم ممكن يبقوا متابعين حاجة ومتأكدين منها، ورغم من كل ده بيتجاوزوا عنها لمجرد الحب في الله او التعاطف او ايا كان. الناس ديت جدا انا بحترمها جدا، حتى لو اختلفوا معايا في الرأي. وفي ناس كتير منهم، مش عايز اقول حد وانسى حد، ناس كتير معايا على برضو اخواتي في الله على قناتي، انا بحترمهم جدا حتى لو اختلفوا معايا في الرأي. طول ما احنا مختلفين في الرأي يبقى في نقاش، يبقى في وصول للحقيقة ونقف على الطريق الصح. اما الناس اللي بتخش وتغلط وبدون وعي، دي انا ما بديهاش اهتمام اصلا، وبعتبر ان هم مش موجودين معانا اصلا، وبالعكس انا يعني بعمل لهم حظر نهائي، لان ما يفرقوش معايا. اللي يفرق معايا اخواتي اللي دايما بنتناقش مع بعض. مغتربة بالرغم من ان استاذ رضا وجه بعض النقط اللي اتكلم فيها ووجه لها التأكيد، وهي برضو مدام هناء عملت نفس الكلام، فكنا متوقعين، وطلعت بفيديو واتكلمت فيه ان كده في طبعا الناس اللي خدت العنوان وجريت انا ماليش دعوه بيهم، مش هرد عليهم اصلا، لان انت ما دخلتش شفت المحتوى، ما سمعتش الكلام، ما فهمتوش، يبقى خلاص مش مالكش حق عندي ان انا اوضح لك الامر او اوضح لك ليه كتبنا العنوان ان مفيش جواز ومفيش صلح. طبعا كلمه مفيش صلح كان موجهه لمدام عبير وهناء. مفيش جواز دي كان بناء عن تصريح رضا نفسه واختفائه عن ساحه السوشيال ميديا، وان الحاجات اللي اتفقوا عليها ما تنفذتش. اما المفاجاه اللي طلعت علينا بيها مدام هناء، واللي طلعت في وقت في جدال شويه بعد ما عرضنا الفيديو، وبعد ما مدام عبير عرضت انها هتعمل البلاغ، نزلت الصور على طول بتاع كتب الكتاب. من ناحيتنا احنا بنقول الف الف مبروك، بس لازما نبقى على كلمة الحق، ونبقى عند وعدنا لاخواتنا ان لازم نتناقش في كل حاجة بشكل عقلاني وبشكل محترم. اشمعنى الوقت دي بالذات؟ ما بقالنا كام يوم، اصل كان في اتفاق، مفيش مشكلة تمام، بس في هل يا ترى ان ده هيبقى يتبعه حقائق وتغييرات كتير جدا، زي ممكن مثلا مدام عبير تغير رأيها ويبقى الف مبروك ويلا نرفع القناتين مع بعض ونتغاضى عن كل الامور، ولا هيبقى في امور مثارة لزيادة برضو الاشتراكات والمشاهدات بتأكيد الخلافات؟ هنعرض لكم كل حاجة بالتفاصيل الفيديوهات اللي جاية. اتمنى دعمكم في القناة والاشتراك واللايك، وبحبكم في الله، صلوا على سيدنا الحبيب، وانتظروا كل جديد.